الانسان طاقه محدوده زي تانك العربيه، لو انا استهلكت التانك ده كله خلصته هجيب طاقه منين؟ لازم اشحن. يعني شفت مديرين في بعض الشركات قال له مثلا ايه، انت في قصور حصل في ادائك، لا والله اصل بسبب متابعه احداث حصلت. يعني انت عشان متابعه الاحداث تروح مقصر في شغلك؟ طب وتقبض مرتبك ليه بقى؟ يعني مش ده واجب عليك؟ واجب ناحيه الشغل اللي بيديك مرتب، ده عقد بينك وبين الناس وربنا سبحانه وتعالى شاهد عليه، وفي نفس الوقت انت كده بتاثر في حق اهلك واولادك واسرتك. فيقول لك لا اصل انا كنت محبط بسبب الاحداث بتاعت كذا. يا سيدي ما كلنا متضايقين وبنعتصر ألما، ولكن في نفس الوقت لازم اقوم اشتغل. ايه دي قوتنا الحقيقيه؟ قوتي ان انا اؤمن بالله سبحانه وتعالى واؤمن بنصره واؤمن بقدره، وان انا اساند وانصر اخواننا بكل ما اوتيت من قوه، لكل حاجه، بالوعي بالتعريف بالفلوس بالمساعده على قد ما اقدر. غير كده مش عارف اعمل حاجه. فكل الناس بتتكلم في حته احنا نشتغل، فانا لازم اظبط الكلام ده بيخليني اركز. الانسان طاقه محدوده زي تانك العربيه، لو انا استهلكت التانك ده كله خلصته هجيب طاقه منين؟ لازم اشحن.